ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا اول فيديو بعد القناه بتاعتنا القديمه ما اتسرقت، واول فيديو في القناه الجديده. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونبتدي نعمل حاجه حلوه قوي للبيت بتاعنا ونخزنها وتبقى في منتهى الجمال. هاتي كميه لبن انت عايزاها، ده فيديو من غير مقادير. هاتي اللبن اللي انت عايزاه بس يكون لبن طازه ولبن حليب. وهاتي الحله بتاعتك، نزلي عليها اللبن، حطيه على النار يدفى زي دمعه العين وانت بتقلبيه، وجسيه كده هتلاقيه بقى زي دمعة العين. اطفي عليه على طول وغطيه وما تحركيش الحلة من مكانها خالص 24 ساعة. بعد ال 24 ساعة ما خلصوا، عرينا الحلة، اللبن اتجبن معانا اهو وبقى كتلة واحدة. هنبتدي نقطعه. لو انت عايزة تعملي الجبنة بالوش اللبن بتاعها وتبقى جبنة دسمة، هتقطعي كده على طول. شايفينه كله متجمد عشان نوع اللبن حلو. كل ما يكون نوع اللبن بتاعك حلو هيديكي نتيجة ممتازة. وشايفين الجبنة طالعة في منتهى الجمال مع وش اللبن. الخلطة بتاعتنا حلوة جدا، دليل على ان اللبن دسم ونضيف قوي. هو ده وش اللبن اللي انا بقول لكم عليه. اللي عايز يعملها بوش اللبن يعملها، واللي عايز يشيل وش اللبن يستفيد منه زبدة يشيله. ودي الحلة التانية عشان انا قسمت، كانوا 20 كيلو لبن قسمتهم على حلتين. دي الحلة التانية برضو نفس الحكاية. سخنت اللبن لحد ما وصل زي دمعة العين، وبعدين غطيت على الحلة وسبتها 24 ساعة. اهم حاجة ان انت ما تنقليش الحلة تاني من مكانها، تغطيها وتسيبيها وما تحركيش فيها عشان اللبن يتجمد وياخد راحته في التجميد، ما يتحركش. هنا انا بشيل وش اللبن عشان عايزة استفيد منه واعمل منه زبدة. فهتلاقي انتي طبقة مفصولة كده بتبقى سمك حوالي 2 سنتي. هتلاقيها اول ما تعملي بايدك هتلاقيها هي بتتفصل على طول. والجبنة بتاعتنا بتبقى مجمدة اكتر منها من تحت، فبتشيليه بالراحة. وبعد كده هنقطعها واوريكم بقى جمال اللبن لما يكون عندك مكان نضيف قوي بتشتري منه لبن. المكان ده بعيد عني شوية بس انا بصراحة بروح له المشوار ده عشان احلى لبن بجيبه من هناك. شايفة جمال اللبن والدسامة اللي فيه؟ ده دليل على ان اللبن نضيف وكان طازة وفي منتهى الجمال. الفيديو ده حلو، ووقت الشتاء اللي احنا فيه الجميل ده احلى وقت تشتري فيه لبن وتعملي فيه جبنة، لان في الوقت ده بتبقى المواشي واكله كويس وبيبقى البرسيم طلع وبيديكي لبن تقيل وفي منتهى الجمال. هاتي مصفى وحطي عليها شاشة وابتدي صفي الجبنة بتاعتك. ده شرش اللبن اللي نزل من الجبنة، شايفين شكله عامل ازاي؟ هنركنه على جنب دلوقتي. ودي الجبنة، ابتدي بقى نزلي الملح اللي انت حباه. هو تقريبا كل كيلو لبن بياخد معلقة من الملح، وطبعا الملح بيرجع لك انت اختياري. بترشي ملح وتقلبي وتدوقي لحد ما توصلي للطعم اللي انت حباه. بس المهم قلبي الجبنة كويس علشان كلها يتوزع عليها الملح. اللي بصفي فيها دي برنيكة من برنيكات اللي هي بتاعة الفاكهة البلاستيك دي، بغسلها، باخدها من الفكهاني واغسلها كويس وانشفها وابتدي استخدمها. بصراحة بتريحني جدا خصوصا في الكميات، عشان المصافي بتاع البيت مش هتاخد كمية 20 كيلو لبن، وبتطلع لي قالب جبنة حلو كده وبالسمك اللي انا عايزاه. بعد كده بتضغطي عليها كويس عشان ننزل بقية شرش اللبن اللي عليها، وحطي عليها اي حاجة تقيلة. انا حطيت عليها بطرمانات الترشي، وهنسيبها حوالي 10 ساعات تتصفى. طبعا الجو حلو من غير تلاجة ولا حاجة، انا حطاها في المطبخ. ونطلعها بقى من البرنيكة الجميلة دي. شايفة قرص الجبنة طالع شكله عامل ازاي؟ مفهوش نقطة من المية ولا شرش اللبن، يعني جبنة صافي 100%. الجبنة اللي احنا بنروح نشتريها نصها بيبقى شرش فتصفي معاكي، لكن دي جبنة متصفية كويس، مضغوطة كويس،
لبن صافي 100%، بدون اي دهون، بدون اي زيوت نباتية، حاجة نظيفة جدا هتفرق معاكم في الطعم والصحة وكل حاجة. شايفة القالب بتاع الجبنة؟ يعني القالب ده ما شاء الله يعمل له حوالي كيلو الا ربع، السمك بتاعه ما فيهوش نقطة من المية، ده بيفرق معاكي جدا في الوزن وفي الشراء، وحاجة نظيفة عاملاها على ايدك قدام عينيكي. شايفة الجمال بتاعها وطعمها حلو قوي، وكل ما تقعد عندك في التلاجة كل طعمها كمان ما بيبقى احلى. وهقول لكم ازاي تخزنوها لمدة طويلة قوي تعيش معاكم، وتبقى كل ما تقعد هتديكي طعم اجمل كمان. شايفة الجمال؟ ال20 كيلو لبن طلعوا حوالي 7 كيلو جبنة صافي بالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني لو هتشتريها الجبنة دي بمية او بشرش كده من بره، هتاخديها حوالي 10 كيلو لبن، 10 كيلو جبنة واكتر كمان. لكن دي بدون اي مواد سائلة. هاتي بقى جردل حلو نضيف كده واغسليه كويس، وافردي فيه شنطة كبيرة من البلاستيك البيضة، وهبتدي اجيب اكياس التلاجة واقطعها او اشقها، وابتدي اغلف بيها قطع الجبنة الجميلة اللي احنا عملناها دي كده علشان نحفظها. الطريقة اللي احنا هنحفظها بيها، هتعملي كل خرطة لوحدها بالشكل اللي انت شايفاه. خدت اكياس التلاجة اللي انا جايباها احفظ بيها الخضار او اي حاجة، وبشقها كده بالمقص وافردها عشان اغلف بيها قطع الجبنة. اللي هيجرب ويعمل الجبنة في البيت صدقوني مش هيرضى يشتريها تاني من بره. ده شرش اللبن هنملحه، هحط له تاني ملح تاني عشان وادوقه لحد ما تلاقي الطعم بتاعه بقى مالح شويه، وهحطه على البوتاجاز يغلي معايا كويس. انا سايباه كده بيغلي، وهسيبه يبرد تماما خالص، يبرد كده على جنب لوحده. بعد ما يبرد خالص هنزله على الجبنه في قلب الكيس البلاستيك اللي انا حطاه. مش انا فردت الجردل بشنطه بلاستيك، هنزل الشرش عليها، وحطيت كام قرن فلفل كده حاميين، ده اختياري لو انت عايزه، علشان يحفظها ويديها طعم حلو. مع الوقت بقى تقلب معاكي جبنه براميلي، جبنه اسطنبولي، كل ما تسيبيها وتشرب من شرش اللبن وتشرب من الملح، وتبقى حاجه في منتهى الجمال. ده وش اللبن اللي انا شلته من على وش الحله. يبقى احنا كده عملنا كمية الجبنة الحلوة دي، وخدنا وش اللبن. هنعمل كمان زبدة، وهنعمل حاجات حلوة قوي، مش هنرمي حاجة، وهتملي البيت بتاعك وتملي مطبخك حاجات جميلة وخير وكل حاجة. فيديو موفر جدا، حلو جدا، جربوه يا جماعة بجد مش هتندموا. بس المهم اهم من انك تعمليه ان انت توصلي تجيبي لبن نظيف وكويس. هتضربي وش اللبن ده حوالي 5-6 دقايق بمضرب الكهرباء. ممكن تلفيه بايديك، تربيه بايديك لحد ما يفصل معاكي، وتلاقيها قطع كده دهون فصلت لوحدها والميه لوحدها. تصفيه زي ما انا بصفيه كده، واعمله على شكل كور، ودي كور الزبدة البلدي الطبيعية 1000000%، مش مخلوطة ولا داخل فيها حاجة. انا بجد والله سألت الناس اللي بجيب منهم اللبن، هم ناس فلاحين محترمين قوي، قلت لهم انا عايزة زبدة نضيفة 100% ما تكونش مغشوشة. قالوا لي استحالة، مش هتلاقي حد. حتى قلت لهم حتى لو غالية شوية، قالوا لي مهما تقولي السعر مش هتلاقي حد يديكي زبدة طبيعية 100%. أنا خدت بقى كمية الزبدة اللي طلعت حوالي 2 كيلو، ضفت عليهم إزازة زيت ذرة لتر، ده اختياري برضو لو انت عايزة، عشان الزبدة هتبقى تقيلة وطعمها حلو قوي، فأنا عايزة أزودها شوية. وحطيتهم على البوتاجاز، قدحت الاتنين مع بعض. محدش يحط الزيت بعد ما يقدح الزبدة، حطيه معاها في الأول عشان ما يفصلش منك والاتنين يندمجوا مع بعض. سبتها لحد ما لون الابيض اللي كان بيغلي على الوش ده هيتحول للون بيج، وسبتها تبرد. وبعد كده عبيتها في 2 بطرمان. البطرمانين دول الواحد فيهم بيعمل 1.5 كيلو. يبقى انا كده معايا 3 كيلو من الزبدة على زيت الذرة، طعمها في منتهى الجمال. من جمالها ما يبانش عليها خالص ان انت ضفتي عليها زيت، طعمها مغطي على الزيت، وهو طعم الزبدة هو الأقوى. ومعايا اللبن اللي نزل من الزبدة ده هنخليه، هتعجني بيه، تعملي بيه مكرونة بشاميل، تعملي بيه أي حاجة بديل للبن، ودسم جدا لأن ده
اللي نازل من الزبدة على طول، والتانيين دول شرش اللبن هنخليه برضو في الفريزر للمعجنات وللفينو وللعيش وللتوست. يعني فيديو في منتهى الجمال. احسبي حسبتك، هتلاقي نفسك طالعة كسبانة مش خسرانة، وعاملة حاجة نظيفة في بيتك وحاجة موفرة ومالينا البيت وكل حاجة. وحطي الجردل بتاع الجبنة خليه على رف التلاجة، هيقعد معاكي لشهور، وكل ما يقعد الطعم هيبقى حلو. ما تنسوش بقى، عايزين ندعم القناة الجديدة ونلم متابعين ونلم مشتركين، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والمتابعة.